سؤال من أم لأولاد مراهقين بتقول أنا مش عارفة أتعامل مع أولادي، بحس إن دايما عندي طريق من اتنين، يا إما أبقى صاحبتهم فببقى الأم الكول وبيحبوني وبيحكولي كل حاجة، بس ده نتيجته عدم التزام من ناحيتهم بالذات في موضوع الموبايل والمذاكرة، يا إما بقى بقفش وأفضل آخد في قرارات بينفذوها وبيلتزموا بس أنا ببقى الأم الشريرة. هو مفيش طريقة تخلي علاقتي بولادي كويسة بس برضو يكونوا ملتزمين؟ السؤال ده واقعي جدا، وأغلب أمهات المراهقين بيقعوا في المشكلة دي، عايشين في صراع بين حاجتين، يا إما أبقى صاحبتهم فيحكولي كل حاجة ويثقوا فيا بس مش ملتزمين خالص، يا إما أكشر وأبقى الأم الشريرة اللي بتزعق وبتعاقب بيلتزموا بس علاقتي بيهم بتبوظ. أعمل إيه؟ هو في حل؟ في حلول كتيرة كمان. أول حاجة لازم منساش أبدا إن هدفي الأساسي اللي في وشي كده أحطه نصب عيني إن علاقتي بولادي تكون كويسة، الأصل تكون علاقة إيجابية وسوية. أيوة صح إن العلاقة تبقى مبنية على الصداقة، وأنا عملت فيديو هحط لحضراتكم اللينك بتاعه في الكومنتس عن إزاي أصلا أصاحب ولادي المراهقين، واتفقنا في الفيديو ده إن مفيش حاجة اسمها إن يبقى صاحبة ولادي 24 ساعة، لازم في وقت يفهموا ويستوعبوا إن ليا اليد العليا وهيسمعوا كلامي حتى لو مش عاجبهم أو مش فاهمين دلوقتي أنا ليه بعمل كده، وإني مش هسمح بتكرار التجاوزات بالذات في الحاجات اللي ليها علاقة بمصلحتهم هم الشخصية زي المذاكرة أو زي أخلاقهم مثلا. يعني مفيش حاجة اسمها مش هذاكر ولا مش هكمل تعليمي، حبيبي ده مستقبلك، ولو اضطريتي هنا تبقي الأم الشريرة بس بعد كده هو هيكبر ويفهم ويستوعب، أحسن مليون مرة ما تسمعي كلامه عشان تحافظي على علاقة الصحوبية ما بينكم وفي الآخر تلاقيه ضيع مستقبله. ونفس الكلام مثلا مفيش حاجة اسمها إن الدراسة بدأت وانت بتقضي يومك بين السرير والموبايل والبلاي ستيشن. طيب هتقوليلي لو عملت كل الكلام ده وبرضه مش مستوعبين ومش فاهمين، لو خلاص لقيتي نفسك في موقف واقفة على مفترق طرق، يا إما هتبقي صاحبتهم بس في المقابل عدم التزامهم يضيع مستقبلهم، ولا الأم الشريرة بس بعد كده هيكبروا ويفهموا ويستوعبوا، لا معلش اختاري الطريق التاني. إن هم يقولولي إن أنا أم شريرة ومفترية وبضغط عليهم بس بعد كده يفهموا إن أنا كنت بعمل كده عشان مصلحتهم، أحسن مليون مرة من لما أحافظ على صداقتهم بس في المقابل أبقى مقصرة في تربيتهم وتعلمهم للالتزام. الالتزام الفردي ده أو السلف ديسيبلين، إن الواحد يبقى ملتزم ويعمل اللي عليه من غير ما حد يبقى واقف على دماغه، من أهم المهارات اللي الواحد فعلا بيحتاجها في حياة النضج. فلو سمحتي حطي في دماغك إنهم محتاجين يتعلموا المهارة دي ويتدربوا عليها، ومفيش مانع إن في بعض الأوقات يدفعوا ثمن عواقب إنهم ما التزموش عشان يعرفوا أهمية المهارة دي، بدل لما يكبروا ويبقوا مش عارفين يحققوا أي حاجة في حياتهم، لأن مش هيكون ساعتها في حد يزن على دماغهم. وتاني هنا أنا بأكد إن أصل العلاقة ما بينكم تكون سوية وإيجابية، وساعتها التركة هتبقى في إزاي أنا بوصل لهم المعلومة أصلا. لما أوصلها لهم بطريقة بتبين إن أنا بحبهم ومهتمة بيهم وخايفة على مصلحتهم، هيفهموا وهيستوعبوا إن عاجلا أم آجلا. لكن لو حسوا إن أنا بعمل كده عشان أنكد عليهم ولا أقهرهم ولا أقدرهم وأضايقهم وخلاص، عمرهم ولا هيسمعوا كلامي ولا هيعملوا اللي فيه مصلحتهم. وربنا يهدي كل ولادنا ويحميهم من كل شر يا رب. سلام عليكم.